أول مرة حطيت فيه الفيديو تاع الكيسادياس تحصل على 4.5 مليون مشاهدة، واليوم حبيت نعاود نديرهم بصح بحشو مختلف. عندي هنا الفخذ تاع لادان، درت كيلو وخرجوا لي 27 حبة ميني كيسادياس. نغسلو ونحيلو كامل الزوائد اللي فيه، نقليه فيه شوية زيت ومن بعد نزيد التوابل. درت الفلفل كحل، فلفل احمر، سكنجبير، ثوم بودرة وتوابل تاع الشاورما والملح. بعد ما تقلى ندير لا صوص طوماط وبازيليك تاع ازدهار، تجي واجده وتربح لكم الوقت، وريحتها ولوكو تاعها ما عندي ما نقول. ولا صوص تجي حمراء. نغطيها ونخلي اللحم يطيب، ومن جهه اخرى نقلي في شويه زيت، حبه بصل كبيره مع حبه فلفل احمر وحبه فلفل خضر، وندير شويه ملح وفلفل كحل. بعد ما طابت لادانت نقطعها هكذا غير بلا فورشيت ونخلطها مع البصل والفلفل اللي طابوه هما تانيت. وهنا ما بقى لي غير نعمر خبز تورتيه. ندير شويه فخوماج غابي، وللمعلومه في المكسيك سموهم كيسادياس على جال المكون الرئيسي اللي هو الكيسو يعني الجبن. ومن بعد مع الوقت ولاو يزيدوا مكونات واحده اخرى كيما اللحم. ندير الحشو قسم غرفه كبيره باسكو الخبز جاي صغير، ونزيد ندير الفرماج غابي من الفوق. نغلقهم ونطيبهم في مقله دهنتها بالزبده، ونزيد ندهنهم تاني بالزبده من الفوق، وغير يحمروا نقلبهم على الجهه الاخرى. وما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم.